بقى النهاردة هنعمل مع بعض الشيش طاووق الجميل الرهيب ده اللي شكله كده يفتح النفس وريحته قلب البيت بقى على الفحم. جميل جدا وهيشرفك بقى في اي عزومة بتعمليه، جنب بقى شوية رز، جنب مكرونة، زي ما تحبي. وكمان الاطفال بتفرح بشكله قوي. هنبدأ كده مع بعض على طول، بس قبل ما نبدأ لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير وتدعموني في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وصفات جميلة كده وبسيطة معانا وتستفادي. يلا هنبدأ كده. نزلت بقى بربع كوباية لبن، معاها كده عصرة ليمونة. الخطوة دي يا جماعة عشان خاطر لو انت ما عندكيش زبادي وعندك لبن تعملي الوصفة عادي، مش هنقف على حاجة. طبعا الوصفة دي اللبن يعني بديل الزبادي. ونزلت كده بمعلقتين خل وعصرة ليمون عليه. طبعا هنزل بمعلقتين صويا صوص. صويا صوص ده جميل قوي في التتبيلات، بيخلي التتبيلة بتاعتك كده جميلة. هنزل كده بمعلقتين كبار وهقلب التتبيلة معايا. زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، شكلها رهيب. طبعا هنزل بقى بمعلقة مايونيز كده كبيرة. كل ده كده في التتبيلة وتقلبي كويس. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود، جنزبيل، بهارات فراخ، طبعا ملح، نص مكعب مرق، معلقة توم صغيرة بتعدل الطعم جدا في تتبيلة الفراخ. وهتقلبي ده كله كده كويس. جربي التتبيلة ده مش هتندمي، التتبيلة طالعة ناجحة معايا وجميلة وقلبة ريحة البيت، هتشرفك في اي عزومة. وطبعا بقى بعد ما حطيت التوابل ده وقلبتها كده كويس، كنت غاسله بقى الفراخ بتاعتي ومقطعاها التقطيع الصغير اللي هو المكعبات ده بتاع الشيش طاووق اللي انت هتشوفيه معايا. طبعا غسلها كويس بقى بليمون وخل طبعا وملح، وصفيتها كويس واجيبها بقى هحطها كده في التتبيله زي ما انت شايفه كده. اقلب طبعا التتبيله الاول كويس. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده في التتبيله. هتسيبي الفراخ كده في التتبيله 3 ساعات. عاوزه تخليها كده في التتبيله يوم كامل يا ريت بتكون احلى بقى طبعا. ما فيش وقت هتعملها زي ما انا عملتها كده 3 ساعات وكانت طالعه رهيبه وقلبه ريحه البيت. طبعا بقى بتحطي الفراخ بتاعتك وفي التتبيله وتقلبيها كويس وتسيبيها. وبعد كده بقى هبدأ ان انا اخد الفراخ بتاعتي كده واروح على الفحم. طبعا بقى كنت مقطعه الفلفل الالوان والبصل والفلفل الاخضر وطماطم، كل الخضار ده كده. وطبعا عملته في يعني في الشيش طاووق زي ما انتوا شايفين كده. العصيان بتاعتي زي ما انتوا شايفينها طالعه بقى معايا رهيبه وجميله. واطفالك طبعا بتفرح بالحاجات دي، او لو مش بياكلوا الخضار هياكلوا الخضار بالشكل ده. طبعا انتوا عارفين الخضار فيه فوائد قد ايه لاولادنا. زي ما انت شايفه عملتها بالشكل ده كده. ونزلت بقى على الفحم. طبعا الفحم لازم أن يكون مبيض كده عشان تعرفي ان هو كده والع ومظبوط وما يحرقهاش منك. كانت رهيبه وقلبه ريحه البيت، وزي ما انتوا شايفين كده شكلها عامل ازاي. ما تنسوش بقى تجربوا الوصفه دي وتكتبوا لي كده في الكومنتات. وبالهنا والشفا، واشوفكم على خير ومع السلامة.